الكيك بوبس هلأ ملك الطاولة، ملك أعياد الميلاد. هلأ بتلاقوه مزين الطاولة قبل الجاتو. عن جد كتير طيب، وأغلب الأطفال وأغلبنا كلياتنا بنحبه. اليوم بهذا الفيديو طريقتين للكيك بوبس، بتمنى تجربوهن، واللي بتنال إعجابكم تكتبولي بالتعليقات أي هي حبيتوها أكتر. ورح أبدأ معكم. أهم شي يكون عنا كيك، وعنا نستلي، وجبنة فيلادلفيا أو جبنة كريمي. هدول الثلاث مكونات هن الأساسيات، والشوكولا. بنفتفت الكيك وبنحط له نستلي، بس هون حسب المقادير. هلأ مثلا حطينا كيك وحطينا معلقتين نستلي، شفنا لسه ما دبق معنا، بنحط له كمان، وهكذا لحتى يدبق معنا ويقدر يتكور معنا. والتاني بطريقة كمان كيك مع جبنة الفيلادلفيا أو الجبنة الكريمية، جبنة بوك، جبنة فيلادلفيا المتوفرة معكم. هلأ أنا صراحة عندي جبنة بس بطعم الشوكولا، فيكن حتى بطعم الجبنة العادي. بتدعكوها كمان سوا، وكمان لتدبق معكم بتتموا بتزيدوا جبنة لحتى تدبق معكم وتصير سهولة تتكور معكم مثل بالصورة، تعطينا هذا الملمس الحلو. وبتريدوا ترشوا بهارات. هلا انا بحب طعمة اليانسون والهال والقرفة فيهم كتير، برشلن شوي، بدكن هذا اختياري. وبنكون مجهزين الشوكولا. طبعا الشوكولا هون الشوكولا الكاكاو عندي اياها صراحة بحطها بالميكروويف بتدوب. الشوكولا البيضة كتير المعاملة معها يعني حساسة، والشوكولا البيضة حساسة ما بتتذوب بالميكروويف، حصرا على البخار الماء. وبالزينة مثل ما انتو بتحبوا تزينون حسب عيد الميلاد، بتحبوا بالشوكولا المكسرة، بتحبوا بعجينة السكر، بتحبوا بالنمنم، بتحبوا حتى بالفستق الحلبي. الزينة اختياري، وطعم الشوكولا كمان اختيار. بدكم بالكاكاو، بدكم لونه أبيض، هذا الشي بيعود إلكم. وصحتين وهنا.